يا جماعة قبل ما نبدأ وقف شوي. ترى اللي جاي من آبل ممكن يغير نظرتكم للساعات الذكية بالكامل، وخصوصاً عشاق الآبل ووتش. خليك معي للنهاية لأن في تفاصيل تخليك فعلاً تفكر قبل تشتري أي ساعة ذكية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الربع من قناة في اس بالعربي، حياكم الله كلكم. وإذا أنتم أول مرة تشوفوني لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة عشان نوصل 20,000 مشترك إن شاء الله. وش السالفة؟ السالفة وما فيها إن آخر التسريبات عن ساعة آبل ووتش ألترا 4 تبين إننا ما نتكلم عن تحديث بسيط مثل لون جديد أو سرعة زيادة شوي. لا، الموضوع أكبر بكثير. آبل ناوية تسوي قفزة حقيقية في عالم الساعات الذكية، واللي يخليها مميزة إن أغلب التغييرات صايرة في الأماكن اللي ما تشوفها بعينك. الجانب الصحي الجديد. خلنا نبدأ في أهم جزء واللي هو الصحة، لأن هنا التغيير فعلا مجنون. المصادر تقول إن آبل ناوية تضيف عدد أكبر من المستشعرات داخل الألترا 4. أغلب الساعات اليوم تعتمد بشكل كبير على الخوارزميات أكثر من البيانات الحقيقية، يعني تحاول تخمن حالتك بناء على قراءات محدودة. بس الجديد هنا إنها ممكن تلتقط مؤشرات بيولوجية مباشرة من جسمك. التسريبات تقول إن في مستشعرات جديدة بالأشعة تحت الحمراء والضوء الأخضر، تقدر تتابع كيف يتفاعل جسمك مع الجهد أو التوتر بلحظتها. يعني مو تخمين أو تحليل بعدين، لا، لحظي. حتى ممكن تعرف كيف جسمك يستجيب وقت التمرين أو لما تكون مضغوط في الشغل، وتعطيك بيانات أوضح وأدق عن وضعك الفعلي. هذه الحركة ممكن تغير مفهوم الساعة من أداة لياقة إلى مختبر أداء صغير على معصمك. عودة ميزة بصمة الإصبع والتسريب اللي فعلا قلب الإنترنت هو احتمال رجوع خاصية بصمة الإصبع. مطورين اكتشفوا شيء اسمه دعم ميزة، واللي كان دايم اسم رمزي داخل آبل لبصمة الإصبع. لو صار هذا صحيح فطريقة التعامل مع الساعة راح تتغير بالكامل. ما عاد تحتاج تدخل رقم سري أو تعتمد على الآيفون عندك. كل اللي عليك لمسة سريعة على الزر الجانبي أو التاج الرقمي وتفتح الساعة فوراً. تخيل المواقف اللي فيها وجهك مغطى بنظارة أو خوذة أو كمامة، هنا البصمة بتكون الحل الذكي والمريح جداً. التصميم والراحة. طبعاً التصميم دايم عليه كلام. كثيرين يحبون شكل الألترا القوي، بس بنفس الوقت ما ينكرون إنها كبيرة شوي. التسريبات الجديدة تقول إن الألترا 4 ممكن تصير أنحف بحوالي 15%، والسبب يرجع للتقنية الجديدة في الشاشة اسمها LTPO، اللي تاخذ مساحة أقل من الداخل. ومع أنها أنحف، الشاشة نفسها ممكن تصير أفتح بشكل خيالي، توصل إلى 3000 وات، وهذا رقم عالي جدا، ويخلي الرؤية تحت الشمس أو في الثلج أو بأي بيئة مضيئة جدا واضحة بدون أي مشكلة. البطارية اللي الناس تنتظرها. نجي للشيء اللي أغلب الناس يهتمون فيه، البطارية. مهما كانت الساعة ذكية، إذا تخلص بسرعة ففائدتها قليلة. والظاهر أن آبل ناوية تضرب بقوة هنا، لأن الشائعات تقول أن الألترا 4 ممكن تصمد إلى 72 ساعة استخدام. السر هذا المرة هو المعالج الجديد S11 المبني بتقنية النانومترين، وهذا يعطي كفاءة عالية جدا للطاقة. يعني كل الأداء العالي في المستشعرات والشاشة الساطعة ونظام تحديد المواقع بيصير بدون ما تستنزف البطارية بسرعة. تخيل تروح رحلة نهاية أسبوع طويلة، تشغل تتبع النشاط وتنام بالساعة وتستخدمها للتوجيه، وترجع البيت ولسه فيها شحن. هذا فعلا الشيء اللي الكثير كان ينتظره من آبل، الأداء الرياضي والتتبع الذكي. أيضا في تطويرات مهمة للرياضيين، زي قياس التذبذب العمودي ومدة التلامس مع الأرض، وهي بيانات كانت موجودة بس غالبا في أجهزة احترافية للجري. الآن بيصير الوصول لها من الساعة نفسها. غير كذا، المتوقع أنها تستخدم الذكاء لتوقع المسار بدقة، حتى لو فقدت إشارة الGPS في غابة أو وسط المباني، وتقدر موقعك بناء على حركتك وبياناتك السابقة. وذي ميزة ذكية فعلا للناس اللي تطلع رحلات وأماكن صعبة. السؤال الكبير والسؤال الآن، هل هذه التحديثات أخيراً بتخلي الناس ينتقلون إلى فئة الألترا؟ ولا العالم لسه ينتظر الشيء الأكبر، مثل تتبع السكر في الدم بدقة حقيقية؟ لأن إذا آبل فعلاً ضبطت موضوع المستشعرات والبطارية والشاشة والاعتماد الذاتي، فالألترا 4 ممكن تكون الترقية الأهم في تاريخ الساعات الذكية من آبل. وش رأيكم أنتم؟ هل 3 أيام بطارية كافية تخليك تشتريها؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات.
ولا تنسون يا جماعة تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة في اس بالعربي عشان نوصل 20,000 مشترك ونكمل مع بعض بأحدث التسريبات والتقنيات القادمة من آبل.